السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. كل سنة وانتم طيبين. بقى احنا المدارس خلاص اهي، هنعملوا حاجة كده سريعة كده جميلة من المعجنات. الصبح كده تاكليها بكوباية شاي كوباية لبن، وما تدوريش بقى كل يوم تحتاري هتعملي ايه للفطار. ممكن ابنك ياخدها معاه المدرسة، يعني حاجة جميلة خالص. كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي معمولة بكيلو دقيق واحد بس، ما شاء الله، يعني جميلة خالص. لو عملتوها وغمستوا، يعني لو عملتيها وغمستي بيها مربى ماشي، جبنة ماشي، كلتيها كده تبقى جميلة زي العسل بكوباية شاي. حاجة حلوة خالص وطرية، شايفين الطراوة بتاعتها؟ ما شاء الله. الكمية دي معمولة بكيلو دقيق واحد. يلا بينا نعملوه. هنجيب الكسرونة كده او الطبق اللي هنعجن فيه، كوباية لبن، كوباية لبن يعني صغيرة مش كبيرة، كوباية العادية. وبنفس الكوباية هنحط كوباية ونص مية، وهنحط فيها نص كوباية سكر. نص كوباية سكر، 4 معالق كبار، 4 معالق سكر تحطيهم. وهنجيب كيس الخميرة نفتحه كيس الخميرة ونحطه فيها. هندوبهم بقى مع بعض كده كويس، ندوب السكر والخميرة، نتأكد ان السكر دايب كويس. يبقى كده يعتبر احنا عملنا السوائل اللي احنا حطيناها كوبايتين ونص بالكوبايات الشاي العادية. عايزة تعجني كله لبن ماشي، عايزة تعجني كله مية ماشي، اللي يعجبك. هنجيب بعد ما عملنا الخليط دوت، هنجيب بيضتين. البيضة الأولى هناخد منها البياض بس، هنفصل البياض عن الصفار كده زي ما انتوا شايفين. هناخد الصفار لوحده، والبياض هنحطه على الخليط. الصفار بقى هنشيله علشان هندهن بيه الوش. لو انت ما انتش حابة تدهني الوش بالصفار او بالبيض اصلا، يعني ممكن تدهني بمعلقة بيض بمعلقة لبن، يعني زي ما انت متعودة اعملي. هنجيب بيضة بقى كاملة ونحطها. لو انت ما انتش عايزة تدهني الوش بالبيض، يبقى ممكن تحط بيضة واحدة في العجين وخلاص، او تحط البيضتين. هما كل حاجة هتحطيها انت هتاكليها، يعني كلها فوايد. عايز تحط بيضة واحدة ماشي وما تدهنيش الوش بالبيض. عايزة تحط البيضتين كلهم في قلب العجينة، حطيهم في قلب العجينة، وادهني بلبن، مثلا شوية بن او كده، يعني نسكافيه حسب ما انت متعودة. حطيت بقى فانيليا عشان الريحة، طبعا الزفارة بتاعت البيض. هنقلبهم كويس بقى زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنجيب بقى ربع كوباية زيت، ربع كوباية يعني قد 3 معالق كده كبار، حاجة بسيطة، يعني ربع كوباية حاجة بسيطة. هنقلب المزيج كده على بعضه، وبعدين نركنه ونجيب الدقيق بقى، ننخل الدقيق بتاعي. تأكد ان البيض دب في قلب السائل. هنجيب بقى الدقيق طبعا تكوني نخلاه، بنفضيه شوية بشوية كده عشان يعني ما يتكبش يعني حوالينا.
اهو نفضيه كده بالراحة واحدة واحدة. كيلو دقيق. الكمية دي طلعت لي 36 قطعة. يعني بصراحة ما شاء الله، يعني حاجة جميلة. شوفي بقى تفطري كده الصبح، انتي وولادك بكيلو دقيق واحد. حطيت شوية ملح اهوت، زي نص معلقة شاي ملح. وهنقلب بقى كده من تحت لفوق. بس طبعا مش هنعجن بيها، يعني انا هنعجن بايدي طبعا زي كالعادة يعني. بس هنقلب كده، هنحاول نخفض الدقيق شوية لتحت، ننزله يعني. شوف ال36 قطعة دي ممكن هتجيبيهم من بره بكام. وطبعا هما مش هيعجنوا ببيض ولا هيعجنوا بلبن. والسمنة طبعا بيجيبوها الله أعلم بيها. ولا زيت زي اللي احنا حاطينه، اللي انت متأكدة منه وشارياه بنفسك. فطبعا كل حاجة انت بتعمليها في البيت مهما كانت الحاجة غالية، هي أوفر وأنضف. ما تحسبيهاش بإني هدفع. طب ما انت الحاجة اللي هتجيبيها من بره جاهزة، هما مش عاملينها مدعمة مثلا عشان هيرخصوها لك كده. لا، هما موفرين بانهم جايبين خامات مش كويسة. لو انت شفتيها قبل ما يعملوها ما انتش هتاكليها. هنعجنها بقى كده. ولو احتاجت مية حط لها، بس انا الكمية اللي انا عملتها ديت ما احتاجتش مية خالص. كوبايتين ونص مية، اللي هي كوباية لبن وكوباية ونص مية. وخلاص على كده. الكيلو الدقيق كفت يعني الكيلو دقيق. كيلو الدقيق دوت الكيلو ب18، وفي ناس بتبيعه ب20. عجنته. وكوباية اللبن يا دوب هي ربع كيلو لبن جاموسي. لو انت هتجيبي بقري هيبقى ارخص، ب7 جنيه. ربع كيلو ب7 جنيه. الخميرة بالكيس ب2 جنيه، وفي بيبيعوه ب3، يعني حسب يعني. انت لو حسبتيها هتلاقي برضو هتبقى اوفر لك. هتحطي هنجيب بقى معلقة زبدة كده، سمنة عادية من اللي انت بتستخدمها للأكل. انا المفروض تبقى سايحة يعني عشان نحطها عليه كده. فانا قلت مش مستاهلة ان انا اقعد اسيحها وكده. هي كانت محطوطة بره التلاجة، فانا دهنتها في ايدي كده ولتت بيها العجينة. انا مش جايباها من التلاجة يعني. طبعا انت هتعملي كمية، فمش كلها هتبقى بره. مش هتقدري تحطها كلها بره. لو انت تاكلها في اسبوع، حط الباقي في الفريزر. هتطلعيه قبل ما تستخدميه بنص ساعة، هتلاقيه كأنك لسه مطلعاه من الفرن. تدي ابنك في اللانش بوكس بتاعه، او تحطيه في كيس كده. هياكله، هيبقى جميل خالص، مسكرة وحلوة. عايزة تحشيها له من جوه مثلا، تحطي له، تجيب القمع ده اللي بيضغطوا بيه دوت، تحطي له شوكولاتة، تحطي له مربى من جواها يعني. هتبقى جميلة أوي. هنخدمها شوية بقى في العجن كده، تمسكيها تهبديها على الرخامة كده كام هبدة كده، لغاية ما يتخلي لها عرق حلو كده، وتبقى العجينة ناعمة ما بتتقطعش يعني، زي عجينة الفطير كده ما بنعملوها. واي دقيق ما تشغليش بالك بالدقيق، بس يكون دقيق فاخر من بتاع الحلويات يعني. ما مش مثلا دقيق عليه ردة يعني، ولا دقيق كده، لا. انا كنت بنعمله زمان بالدقيق اللي هو العلامة بتاع الطحين يعني، اللي كنا بنطحنه، اللي هو اول نمرة 1 يعني في الطحين. وكانت بتطلع زي الفل يعني.
بنعمل بيها برضو المعجنات دي. فما تشغليش بالك بالدقيق اصلا ونوعه، المهم عجناها كويس زي ما انت شايفة كده، لغاية ما تلاقي العجينة في ايدك بقت ناعمة، ولو شدتيها ما بتتقطعش. اهو بس كده. في عجين في دقيق بقى، هو الفرق ان هو في دقيق بيبقى ما بياخدش مية كتير، ما بيغلبش في العجين شوية، ما بياخدش وقت يعني. وفي اللي بياخد وقت، فلكن انتي ما ده هو كيلو يعني مش مشكلة. لو عندك عجان بقى هتعملي فيه، وهتبقى طبعا اريح لك بكتير. اه العجينة بقت حلوة اهي وناعمة، هنسيبها شوية كده 10 دقايق نريحها كده، وبعدين لو هنشوفها لو عايزة تاني نعجنها هنعجنها. انا جيت بقى لقيتها رفعت جامد، فقلت كفاية عليها كده خلاص بقى. هنلمها بس كده اهوت، وهنحطها في الطبق تخمر بقى. هي ما شاء الله بقت حلوة خالص اهي. هنحطها بقى تخمر. هنغطيها بكيس وعليها الفوطة، بس النور قطع بقى في الحتة ديت، ما عرفتش اصور الجزء ده. اه ده بقى انا مصوراه والنور قاطع، قلت بقى لقيتها خمرت، فقلت ما ينفعش بقى نسيبها الساعة بتاعت النور، قلت لا هي ربع ساعة لقيتها بقى الشكل ده اهو. هنشيل بقى من عليها الكيس كده اهو. هنطلعها بقى من الطبق ونشكلها. هنقسمها نصين عشان بس نعرف نشتغل يعني، عشان نعرف نشتغل على الرخامة لأن المكان يعني. فأنا هناخد النص نشتغل بيه، ونص هحطه في الطبق. هنهبطه بس كده عشان هو بيخمر في مسافة 10 دقايق، بيروح بيخمر تاني. اه كل ما يخمر وانت لسه شغالة هبطيه. هنقطعه بقى، ممكن تقطعي بايديكي او ممكن تقطعي بالسكينة، المهم تحاولي تبقى الايه المقاسات يعني ايه متساوية. هنفردها كده زي ما بنعمله الكحك كده مستطيلة، وبعدين نلفها بالشكل ده. هنحط بقى الحتة ديت لو ما لزقتش دخلها من تحت الايه من تحت الكحكة كده من تحت عشان ما تتفكش. اه نفرده كده. مم. طبعا الدبانة دي كانت فرحانة قوي، النور قاطع ومفيش نور، وفرحانة بالكشاف قوي اللي هو بتاع التليفون. هنشكلها بقى كده، وهنرصها في الصواني العادية، ندهنها بس زيت عشان ما تلزقش. اه انا شكلتهم اهو. وهندهن بقى الوش، هنجيب صفار البيض وحطيت عليه معلقة لبن كده او معلقتين لبن، يعني هي كفاية بس معلقة كده.
وتحط عليهم نطرة فانيليا وتدهني الوش. ما انتش عايزة البيض وعايزة تحطي لبن ونسكافيه او قهوة، يعني معلقة قهوة كده بن، اعملي حسب ما انت متعودة. هنلمع بس الوش كده، وبعدين نجيب سكر خشن ونحط كده على كل واحدة شوية، يعني كده رش شوية سكر كده على الوش. هي الحكاية كلها هتكلفك 50 جنيه ولا حاجة، هتبقى بتاعة الأسبوع كله، يعني 36 قطعة. لو عندك طفلين يعني بياخدوا سندوتشات هيكفوهم الأسبوع. اهو لو عملت لهم كوباية شاي ولا كوباية لبن الصبح كده وخدوا واحدة كده فطروا بيها، هتبقى جميلة. وياخدوا 2 كده معاهم في المدرسة جنب سندوتش تاني جبنة ولا حاجة، هتبقى جميلة أوي. يا رب يكون الفكرة عجبتكم والوصفة سهلة. ما شاء الله. ما تقوليش الحاجة غالية، مهما كان انت هتعملي في البيت هتبقى انضف واوفر كتير قوي واضمن. ما تستسهليش وتشتري جاهز، عشان طبعا الجاهز بيوفر بطريقة انتوا عارفينها، يعني مش توفير بجد يعني. لا. يلا، يا رب تكون عجبتكم الفكرة. شوفي طريقة ازاي وجميلة. اه ولو طلعتيها من الفريزر برضو هتبقى زي ما هي كده. مم. وريحتها بقى ايه ما اقولكيش، والله كانت ريحة الخبيث كده جميلة، خير في البيت. يلا سلام عليكم بقى. اه شوفوا الجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.